كان كلامنا في حديث لا تعاد، وهذا الحديث بلسانه ناظر إلى أجزاء الصلاة، ولسان هذا الحديث لسان الامتنان والرأفة على المصلي، فإن نفي الإعادة امتنان عليه، والإعادة كلفة زائدة، ونفي الإعادة امتنان، ومقتضى القاعدة وجوب الإعادة إذا ترك جزءا أو شرطا في الصلاة، ولكن حديث لا تعاد ينفي الإعادة ومفادها امتنان. هذا مضافا إلى أن هذا اللسان لسان الحكومة، فإن حديث لا تعاد حاكم على أدلة الأجزاء وشرائط الصلاة، فإن حديث لا تعاد تدل على الإعادة بالنسبة إلى المستثنى، وهو خمسة أركان من الصلاة: الوقت والقبلة والطهور والركوع والسجود، وعدم وجوب الإعادة على سائر الأجزاء والشرائط، فإن سائر الأجزاء والشرائط باقية في المستثنى منه، والمستثنى هو 5 أجزاء. فهذا الحديث يدل على عدم وجوب الإعادة بالأجزاء والشرائط غير الخمس، كما إذا ترك القراءة في الصلاة أو ترك التشهد في الصلاة، ومقتضى هذا الحديث عدم وجوب الإعادة. وأما إذا ترك الركوع في الصلاة فمقتضى هذا الحديث المقتضى الاستثناء وجوب الإعادة، أو صلى في غير الوقت فمقتضى الحديث وجوب الإعادة، أو صلى بغير القبلة ومقتضى الحديث وجوب الإعادة. فإذا فرق بين الأجزاء الباقية في المستثنى منه وبين المستثنى. ثم إن هذا الحديث لا يشمل الإخلال العمدي، كما إذا ترك القراءة عمدا أو ترك التشهد عمدا أو التسليمة عمدا، لا يشمل الترك العمدي لسببين ولأمرين: الأمر الأول أنه خلاف الامتنان، فإن شمول الحديث وعدم وجوب الإعادة في هذا الفرض، وهو فرض ترك هذه الأجزاء غير الخمس متعمدا، عدم وجوب الإعادة خلاف الامتنان، لأن أصل وجوب الإعادة على الناس امتنان، فإن أصل
وجوب الصلاة بتمام أجزائها وشروطها وعدم موانعها امتنان على الأمة، لأن الآثار المترتبة على الصلاة من آثارها تأثيرها في سلوك الإنسان، سلوكه الاجتماعي والعائلي والمادي والمعنوي، وفي اعتدال الإنسان، وأيضا تأثير الصلاة ونحوها في تثبيت الإيمان بالله المطلق، بالله وحده لا شريك له، وتجسيده من مرتبة إلى مرتبة أعلى، وهكذا. ولهذا جعل العبادات على الناس امتنان عليهم، وعلى هذا فإذا ترك المكلف القراءة في الصلاة التشهد أو التسليم متعمدا فلا يكون مشمولا للحديث، لأنه خلاف الامتنان. عدم الوجوب الإعادة خلاف الامتنان، وهو غير مشمول للحديث. السبب الثاني أن وجوب الإعادة، أن الإعادة لو لم تكن واجبة في هذا الفرض فجعل جزئية القراءة لغو، فالشارع جعل القراءة جزء الصلاة والتشهد جزء الصلاة والقيام شرط للصلاة والطمأنينة شرط للصلاة والتسليم جزء الصلاة، فإن جزئية هذه الأشياء والشرطيات عندئذ يكون لغوا، فإنه لا يترتب عليه أي أثر، والمكلف إذا أتى بها أو تركها، فإذا تركها فلا تجب عليه الإعادة عمدا، فإذا ترك القراءة عمدا فلا تجب عليه الإعادة، فإذا جعل القراءة جزء الصلاة لغوا ولا فائدة فيه ولا أثر له أصلا. ومن أجل ذلك لا يشمل الحديث الإخلال العمدي زيادة ونقيصة، لا يشمل ذلك هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى إذا ترك القراءة سهوا أو جهلا، جهل المركب، سهوا أو جهلا، فإن حديث لا تعاد يدل على عدم وجوب الإعادة. إذا كبر ونسي القراءة وركع وسجد وتشهد وتسلم، فمقتضى حديث لا تعاد عدم وجوب إعادة هذه الصلاة، هذا بحسب مقام الثبوت، فإن الحديث لسانه
لسانه لسان الحكومة، وهو ناظر إلى أجزاء الصلاة، فإذا ترك القراءة التي هي جزء الصلاة سهوا ونسيانا أو جهلا، الحديث يدل على عدم وجوب إعادة الصلاة. وأما بحسب مقام الثبوت فهذا الحديث يكشف عن أن القراءة ليست جزءا في هذه الحالة، أي في حالة النسيان، وجزئيتها مختصة بحال الذكر وبحال الالتفات. أما في حال نسيانها أو الجهل بها جهلا مركبا فلا تكون جزءا، فالجزئية القراءة مجعولة في حال الالتفات فقط، وفي حال العلم بها والالتفات إليها. وأما في حال نسيانها أو الجهل بها جهلا مركبا فلا تكون جزءا. فإذا حديث لا تعاد بحسب مقام الإثبات يدل على عدم وجوب الإعادة إذا ترك القراءة نسيانا أو التشهد أو التسليم نسيانا أو جهلا مركبا، فالحديث يدل على عدم وجوب إعادة الصلاة. وبحسب مقام الثبوت فالحديث يكشف عن أن التشهد ليس بجزء في حال النسيان، فأن جزئيته مختصة بحال الذكر وبحال الالتفات. وبكلمة أن جزئية الفاتحة الكتاب أو التشهد ليست مطلقة، بل حصة خاصة منها جزء، وهي الحصة في حال الالتفات في حال العلم. وأما في حال الجهل بها جهلا مركبا أو في حال النسيان فليست بجزء. وهذا بخلاف الخمس، فإن الركوع جزء مطلق، فإن حديث لا تعاد يدل على وجوب إعادة الصلاة إذا ترك الركوع ولو نسيانا، أو ترك السجود ولو نسيانا، أو ترك الطهور ولو نسيانا. يدل حديث لا تعاد على وجوب الإعادة. وها بحسب مقام الإثبات. وأما بحسب مقام الثبوت فالحديث يكشف عن أن الركوع جزء للصلاة مطلقا في جميع الحالات، كما أنه جزء في حال الالتفات كذلك جزء في حال النسيان وفي حال الجهل المركب فإذا الخمسة جزء للصلاة أو شرط لها مطلقا بحسب مقام الثبوت.
وأما بحسب مقام الإثبات وجوب إعادة الصلاة إذا ترك الركوع نسيانا أو ترك الطهور نسيانا أو ترك القبلة نسيانا صلى إلى غير القبلة أو صلى في خارج الوقت نسيانا. ومقتضى حديث لا تعاد وجوب الإعادة فيه مقام الإثبات وفي مقام الثبوت، فهو كاشف أن الوقت شرط للصلاة مطلقا حتى في حال النسيان، وأن القبلة استقبال القبلة شرط للصلاة مطلقا حتى في حال الغفلة وفي حال النسيان والجهل المركب، وكذلك الحال في الركوع والسجود والطهور. فإذا حديث لا تعاد بحسب المستثنى منه والأجزاء التي داخلة في المستثنى منه، حديث لا تعاد يدل على أنه إذا ترك هذه الأجزاء نسيانا لم تجب إعادة الصلاة. وبحسب مقام الثبوت فهذا الحديث يكشف عن أنها ليست بجزء في حال النسيان. فإذا نسي القراءة فالقراءة ليست بجزء الصلاة في هذه الحالة، والتشهد ليس بجزء في حال نسيانه أو الجهل به جهلا مركبا. هذا في الجهة الأولى. الجهة الثانية، هل يختص الحديث في النسيان فقط أو يعم الجهل المركب أيضا؟ فهنا قولان. فذهب المحقق النووي قدس الله نفسه إلى أن حديثنا تعاد مختص بالنسيان، يعني ترك الأجزاء الخامس الذي يوجب الإعادة، مختص بتركها نسيانا. تركها نسيانا يوجب الإعادة، بينما ترك الأجزاء الداخلة في المستثنى منه تركها نسيانا لا يوجب الإعادة. فإذا المحقق النووي قدس الله نفسه قد خص حديث لا تعاد بالناسي ولا يشمل الجاهل، وإن كان الجهل مركبا لا يشمل ذلك، فقد أفاد